خلينا دلوقتي نشرح واحد من افضل المواقع اللي نزل في الفترة الاخيرة، موقع SMM Idea، الموقع اللي غني عن التعريف. يستخدم فيسبوك وانستجرام وواتساب ويوتيوب وبنترست ولينكد ان وجوجل ماب، وكمان فون نمبر وتيك توك وكواي. كل دي خدمات الموقع. فيلا بينا الفيديو على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كلكم كويسين؟ النهارده هنتكلم عن موقع SMM Idea لكل الخدمات اللي ظاهرة قدامك دي. طبعا الموقع جميل جدا وسهل وبسيط. لينك التسجيل في الموقع هتلاقيه تحت اسفل الفيديو مباشرة، او لو كتبت smmidea.com. عشان تسجل في الموقع هتنزل تحت كده وتدوس على كلمة ساين اب، او من خلال الثلاث شرط دول وهتلاقي عندك كلمة تسجيل الدخول او حساب جديد. خلينا ندوس على حساب جديد كده. زي ما انت شايف عندك بنكتب هنا اليوزر نيم بتاعك، وهو بيانات عاديه جدا، زي مثلا لو انا هسجل هكتب عبد الرحمن، وهنا الايميل بتاعي، وهنا احط الباسورد وهعيد الباسورد واعلم على انا لست روبوت، وادوس على وافق على الشروط والاحكام وادوس على كلمه ساين اب. كده انا عملت حساب من غير اي مشاكل. تعالى بقى نروح نسجل تسجيل دخول على حسابي مباشره. انت شايف انا دخلت على حسابي على الموقع. سعر الدولار فيه اليوم 35 جنيه، اقل من سعر السوق السوداء بكتير جدا. الموقع بسيط جدا. اول حاجه بتظهر لك وهي اضافه خدمه او طلب خدمه جديده. زي ما انت شايف الثلاث شروط منها فيها كل التفاصيل وكل البيانات. خلينا ناخد فكره عن الخدمات وبعد كده اقول لك ازاي تعمل ايداع في الموقع. زي ما انت شايف اهو ده حسابي، في كل حاجه انت هتحتاجها في الموقع. علامه السيرش لو عايز تبحث عن حاجه معينه. لو دوسنا هنا على الخدمات كلها، عندك سحب بيانات لو انت عايز تعرف اي رقم عندك بيضايقك او بيزعلك او اي حاجه وعايز تعرف بياناته، سواء اسمه او عنوانه او رقم القومي بتاعه. بعد كده عندنا ارقام مصريه لتفعيل التطبيقات، سواء رقم للواتساب او رقم للتليجرام، والخدمه سعرها زي ما انت شايف قدامك. بعد كده عندك خدمات رخيصه وخدمات مميزه وخدمات تحقيق الدخل اللي لسه هنعمل لها فيديو منفصل للفيسبوك، للناس اللي بتعمل لها فيديوهات على الفيسبوك وبتعمل لها اعلان ممول، بيبيع الخدمه ب 2500 وب 3000 مش عارف على ايه. الخدمه في الموقع لو نزلنا تحت كده الفيديوهات مثلا 6 دقايق او 5 دولار، اللي هو الدولار ب 35 هتعمل 175 جنيه. فالحوار سهل جدا. ممكن انت تشتري الخدمه من هنا وتبيعها للناس على الفيسبوك وتعمل اعلان ب 500 جنيه، وهنبقى نعمل لها فيديو ان شاء الله. كل الكلام ده ليه فيديو منفصل، يعني كل ايقونه فيها فيديو منفصل. في الفيديو ده انا بشرح بس الموقع بشكل عام. وزي ما انت شايف عندك خدمات مصريه وخدمات فيسبوك وخدمات انستجرام وخدمات واتساب كمان، وخدمات تويتر وخدمات يوتيوب، وتحت خالص كمان كواي وخدمات للبلاد، وعندك بنترست ولينكد ان وجوجل ماب. جوجل ماب دي مهمه جدا برضو بيحتاجوها الناس اللي في السعوديه او بتاعه المواقع اللي بتحب تعلي المواقع بتاعتها. اي خدمه انت منها بتختارها لو انت عايز تعليها. ولكن مثلا عايزين نختار مثلا خدمات رخيصه، بتنزل تحت كده بتلاقي الخدمات الرخيصه اللي موجوده عندك. وليكن مثلا متابعين صفحه فيسبوك، انا عايز ازود صفحه الفيسبوك بتاعتي بتاعه المتابعين. بختار الخدمه عندك واحده ب 1 دولار و 9 دولار. خلينا نختار الرخيصه دي. طبعا الشروط بتاعه الخدمه تحت هنا بحط اللينك بتاع الصفحه اللي انا عايز ابعت عليها، وهنا الكميه وبيظهر لي الفلوس. يعني مثلا لو انا عايز ابعت 5000 بيقول لي 5000 عاملين 0.9، يعني مش مكملين 1 دولار اللي هو كام 35 جنيه. يعني ال1000 متابع على صفحه الفيسبوك مش مكملين 35 جنيه. طب ازاي بضيف الفلوس في الحساب بتاعي؟ بخش على الثلاث شرط كده وبروح على كلمه اضافه رصيد، وعندي هنا 3 أو 4 5 ايقونات لاضافه الرصيد، ولسه جاري اضافه الايقونات الكتير جدا. عندنا اول حاجه فودافون كاش، وبعد كده اليو اس دي تي وبيرفكت ماني وباير وباينانس. فودافون كاش وهي برضه نفس الكلام، الدولار ب 35 وده رقم المحفظه، والدفع فيها تلقائي. يعني ايه؟ انا باخد الرقم ده بحول عليه مثلا، وليكن مثلا حولت 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه، باجي واخد الرقم كوبي كده وباجي محول عليه. في رقم الهاتف بكتب الرقم اللي انا حولت منه، وتحت المبلغ بكتب الكميه اللي انا حولتها بالمصري، وليكن مثلا 300 جنيه 400 جنيه 500 جنيه ايا يكن المبلغ اللي انت حولته. وهيبقى فيه ان شاء الله عروض ومبالغ وخصومات او بونص على المبالغ الكبيره. ادوس على كلمه باي. لو التحويل ما نفعش معاك او جالك رفض بتستنى 5 دقايق وتجرب تاني لحد ما ينفع معاك. حصلت بقى مشكله خالص ووقفت مثلا بعدها بربع ساعه وما نفعش معاك، بتكلمنا على الواتساب اللي موجود عندك ده، وبتقول لنا ان في مشكله عندك سواء في الخدمه او في حاجه معينه، وبنحاول نحلها لك ان شاء الله. نفس الكلام في خدمات الارقام. يعني مثلا لو رحنا على طلب خدمه جديد وجينا مثلا نشتري رقم او سحب بيانات، بعد ما بتشتري الخدمه وتاخد سكرين شوت وتبعت لنا السكرين شوت على رقم التليفون. نفس الكلام مع ارقام المصريه. بعد ما بتختار الرقم اللي انت عايزه سواء واتساب او تليجرام، بتكتب هنا طبعا البيانات بتاعتك او حسابك او اليوزر نيم بتاع حسابك،
وبتاخد سكرين شوت من الاوردر بتاعك وبتبعت لنا على الواتساب. طب ازاي باخد سكرين شوت من الاوردر بتاعي يا عبد الرحمن حتى لو انا نسيت؟ بروح على الثلاث شرط من هنا وبلاقي عندي حاجه اسمها الطلبات، ودي الطلبات اللي انا بعملها على الموقع. زي ما انت شايف ده الطلب اهو، انا عامل طلب لقناه التليجرام بتاعتنا، بتاخد سكرين شوت وتبعت على الواتس لو عندك اي مشكله. ده شرح الموقع بكل تفاصيله، اظن الموقع سهل. وطبعا عندك الدعم الفني برده في الموقع، يعني عندك دعم فني في الموقع ودعم فني في الواتساب. كده الموقع ما فيهوش اي مشاكل. ولو عايز تعمل مثلا ايداع باي طريقه تانية، وليكن مثلا باير، بختار باير. هنا بيقول لك حول على العنوان الدفع ده، وبعد ما تحول برده ابعت لنا سكرين شوت بالمبلغ اللي انت حولته على الواتساب، وبيتم اضافه الرصيد في حسابك، لان الدفع اليدوي او الدفع التلقائي لسه ما اتضافش من خلال محفظه باير. لسه جاري العمل على الموقع، فالموقع لسه جديد، استغلوه. هو هيعمل عروض وعمل بونص لسه في الفيديو اللي جاي هنتكلم عليها لاصحاب قنوات اليوتيوب واصحاب قنوات التليجرام، فاستغلوا الفرصه دي. تعمل لايك وسبسكرايب، واستنوا الفيديو الجاي.